عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. سنه سعيده بالخير والتيسير وراحه البال والصحه والسلامه يا ربي، والله يدخل علينا وعليكم هذا العام الجديد بالافراح والمسرات والصحه والسلامه وزياده الرزق، وان شاء الله اللي كتحققوا جميع الامنيات اللي كيتمنى شي حاجه ربي يحققها ليه. شكرا لكم الغزالات ديالي على المتتبعات ديالي اللي كيسولوا فيا وفين غبرتي يا فاتي، فين غبرتي يا فاتي. بالاخص واحد الاخت شكرا لها بزاف على التعاليق ديالها اللي عرفتي ما عياتش ما عياتش مسكينه. تعليق ممر تعليق، شي 10 ديال التعاليق مسكينه وهي كتكتب وكتسول فيا. وشكرا ليك، ولك بالمثل اختي، ان شاء الله تفرحي بوليداتك وداكشي اللي كتمنى ليا ان شاء الله. ان شاء الله لك بالمثل. شكرا لك الحبيبه ديالي والهلا خطيك. بالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد التجربه جربتها وما كنتش بغيت نشاركها معكم قبل، قلت حتى ندوز واحد الشهور نتاكد من المنتوجات، نتاكد من النتائج، نتاكد من كل شيء. عاد بالنسبه لي انا الغزالات ديالي نشارك معكم اليوم هذا البيلينغ المعروف. راه بزاف ديال البنات اللي يعني مشاركينه مع المتابعين ديالهم في اليوتيوب، بزاف ديال البنات جربوه، بزاف ديال البنات شراوه، بزاف ديال البنات عطاهم نتائج زوينه، وتا انا تحمست وقلت انا نجرب هذا المنتج هذا. الصراحه المنتج شنو نقول لكم البنات، اول حاجه بعدا نهضروا عليه شنو هو. هذا من مجموعه اورديناري البيلينغ مقشر اللي كيقشر لينا البشره ديالنا. البنات اللي عندهم البوتور، لا النساء ولا الرجال ولا الشباب ولا كل شيء، يعني الصراحه ماشي ما يصلحش السن صغير، يعني الشباب وما فوق. فبالنسبه لهذا البيلينغ مستخلص من احماض الفواكه، وهذا اللون الاحمر يعني فيه واحد اللون احمر داكن ديال شي فاكهه اللي هي اللي دايره له هذا اللون هذا احماض الفواكه، يعني اي حاجه من الفواكه الحامضه نكرهها دايرينها هنايا. المهم التجربه ديالو ليا صراحه زوين بزاف. لاش كيصلح عندك تصبغات في الوجه ديالك، عندك كلف، عندك حبوب، عندك اثر ديال الحبوب، عندك يعني زوين، عندك قشور في الوجه ديالك، يعني بزاف ديال المشاكل الزوين. يعني كيحيد ديك الطبقه اللي تدريجيا مع المداومه كيحيد ديك الطبقه اللي كتكون يعني انت ما عجبكش في البشره ديالك. فبالنسبه لي انا فيما كنشوف شي حبوبه ولا كنشوف شي طراس فيا ما عجبنيش في الوجه ديالي، انا عاد كنوض نديرو. ولكن بالنسبه للنساء او البنات اللي عندهم الكلف، اللي عندهم تصبغات، اللي عندهم اثر ديال الحبوب، الطبايع بقى لهم في الوجه ديالهم فيديروه. الى وكنزيد ناكد الغزالات ديالي كسطروا عليها بسطر احمر، هي الى البشره ديالك حساسه او البشره ديالك ورديه فتفادي هذا البيلينغ هذا نهائيا. ما تفكريش انك تشريه وما تفكريش انك تجربيه نهائيا. بالنسبه للبنات اللي غادي يبداو عجبتهم الفكره وبغاو يبداو يجربوه وعندهم فكره عليه، يعني ماشي اول مره غادي يسمعوني انا كنهضر، فعندهم فكره عليه وبغاو دابا ياخذوه، فإلا خديتيه جربيه شي شويه في واحد البلاصه عاد تتشوفي يعني تشوفي انه ما دار لك حتى شي حاجه، عاد ديريه للوجه ديالك. او كاين هاد التونر هذا اللي سبق لي وشاركته معكم. صراحه هذا القرعه الثانيه دابا اللي هي قربت تسالي وغادي نشتي واحده اخرى. هذا ما ندمتش عليه نهائيا صراحه، بجوج ما ندمتش عليهم نهائيا. معقم للبشره، البنات اللي عندهم المسام واسعه في الوجه ديالهم، اللي عندهم البثور، اللي عندهم تصبغات او اللي عندهم تصبغات فيسبقوا يعني ياخذوه. حتى هذا كيصفي البشره، كينظفها، كيعقمها من البكتيريا يوميا. زوين غزال البنات ما تندموش عليه، زوين. بالنسبه للطريقه فملي يعني كتبغي تنعسي وكتغسلي الوجه ديالك وكتنشفيه، كديري واحد القطينه وكتكبي فيها هذا المحلول هذا وكتمسحي به الوجه ديالك وكتخليه حتى كينشف وكتمشي تنعسي. يعني كيعقم لك البشره ديالك، يعني بحال الشكل ديال البيلينغ، ولكن بحال الشكل ديال هذا البيلينغ ولكن خفيف ما حتى هو كتحسي به كيحرقك شويه، يعني واحد التكان في الوجه ديالك، ولكن غير شويه وكيبرد ما كيبقاش.
اما بالنسبه للاحماض يعني هاد البيلينغ فكنديروه على البشره تكون يعني تكوني تغسلي الوجه ديالك تنشفيه، البشره تكون طبيعيه ما فيها حتى شي حاجه يعني مغسول وناشف الوجه ديالك، وكديري على الخدود ديالك الجبهه ديالك، كتبعدي من على حول العيون، تبعدي على الفم ديالك، يعني اي بلاصه فيها البشره رقيقه كتبعدي منها، يعني هي حول العيون ما كديريش وحول الفم ما كديريش، يعني كتهبطي غير على الخدود ديالك هنايا البلايص اللي راه باين فيها تيكونوا فيها يعني كيكون فيها تصبغات ولا كيكون فيها بحال هذا الشكل هكا حبوبه، هانتي حبوبه بقى لاطراس ديالها، يعني كتديري كدوزي عليها بحال هكايا وكتطلعي. يعني نوريكم الطريقه. بالنسبه لهاد البيلينغ البنات ما كيدارش يوميا ولا كيدار بزاف، كيدار اكثر حاجه هي 2 مرات في الاسبوع. الا كان الوجه ديالك ما فيش تصبغات بزاف، فيه غير شي اثار قليله، يعني كديريه غير مره واحده في الاسبوع. الا فيك يعني فيك الحبوب، فيك اثر ديال الحبوب الوجه صافي حالته، فديري 2 مرات في الاسبوع فقط ثم فقط، ما تكثريش اكثر من هذا الشيء. والمده ديالو في الوجه ما كتعداش، يعني في الاول كتبداي ب5 دقائق وتبقاي غادا، المره الثانيه 6 دقائق، 7 دقائق، 8 دقائق، وانت غادا وكتزيدي حتى ل10 دقائق اكثر مده اللي في الوجه. ما تفوتيش نهائيا 10 دقائق، خطر على الوجه ديالك. مقشر بالاحماض الفواكه، مقشر للبشره، يعني ديك البشره الطبقه اللي كتكون تشوطات، اللي كتكون كحله، اللي كتكون فيها اثر ديال البوتور، بقالك داك الاطراس في الوجه ديالك اللي كيكون فيها الكلف، اللي كيكون فيها نمش، اللي كيكون فيها كاع ديك الطبقه اللي نتيا ما كرهتيش تحيديها وتطلع لك طبقه جديده. فهاد البيلينغ هذا هذا هو الدور ديالو، فكتنقي البشره وكترطب البشره يا البنات، كيرطب البشره بواحد الطريقه اللي نتيا غادي تشوفي البشره ديالك رطابت بزاف، والتصبغات اللي في الوجه ديالك مره على مره كيبقاو غاديين وكيبانوا لك تيبهاتوا وكيمشيو بحالاتهم وكتصفى لك البشره. فهذا هو الدور ديالو. الطريقه ديالو كيفاش غادي نطبقوها على الوجه ديالنا، فغادي نوريكم ونعطيكم نصائح اللي اول مره غادي تاخذ. هو البنات هانتوما كيكون فيه بهذا الشكل، هذا القرعه ديالو بهذا الشكل هذا، وكيكون المحلول اللي فيه كيكون احمر وثقيل، يعني الكثافه ديالو بحال الدم، الكثافه ديالو ثقيله. وهانتوما ملي كنبغيو نديروها البشره ديالنا، فطبيعه الحال اليدين كيكونوا مغسولين بهذا الشكل هذا، كديري هكا على يديك واحد الكميه، ما كنديروش مباشره هكا، لان لا درنا هكا كنبقاو بالاخص اللي عندهم الحبوب في الوجه ديالهم، بكتيريا في الوجه، يعني ضروري كتكون عندنا البكتيريا في الوجه، كيكون الوجه فيه حبوب ولا شي حاجه. المهم هذه ما خصهاش تقيس البشره ديالك وترجعيها للقرعه، يعني كتلوتي القرعه ديالك وكتلوتي داك المحلول اللي عندك. فدائما كناخذوا بهذا الشكل هذا وكنديروا، ما كنكثروش بزاف، كنديروا طبقه قليله على الوجه ديالنا خفيفه هكا، وكنهبطوا على الوجه ديالنا بهذا الشكل هذا. فهمتم البنات؟ كندير بهذا الشكل هكا، وكندير طبيعه الحال كما قلت لكم اليدين يكونوا مغسولين، كندير على البلايص اللي فيهم التصبغات هكا، وكنهبط يعني كنبعد على البلايص اللي كيكونوا حساسين. بالنسبه لي انتم انا راه كنديروا لهذه مره 2 مرات في الاسبوع باش تغبر ولا الحنيكات. صراحه ملي كتحطي هذا البيلينغ هذا على الوجه ديالك مباشره كتحسي بالدقان في الوجه ديالك، ما تخافيش، كتحسي بالدقان، كتحسي بواحد الحرقه شويه قليله، يعني واحد القريص، واحد الحرقه في وجهك، هذه حاجه عاديه جدا، غير واحد شويه وكتبرد، ما كتبقاش تمام بحال ما درتي حتى شي حاجه، يعني غير كياخذها كيستافد من، يعني كتستافدي من هذيك الساعه. ولكن الى طولات يعني كثر واحد يعني وصلتي ل5 ديال الدقائق وباقي هذاك الحريق في الوجه ديالك، وفتي 5 دقائق وباقي، صافي غادي تمشي مباشره تغسلي الوجه ديالك، فما تخليهش كثر. هانتوما انا حطيته دابا
كاين الدكان في وجهي، او بدا الدكان في الاول كان بزاف، ولكن دابا غادي وكيمشي. من حطيته راه حرقني شي شويه، يعني دقني في الوجه ديالي، حسيت بداك الحريق ديالو. عادي ولفتو حيت مجرباه معاوده. ولكن دابا هانتوما راه بدات كتخفاف داك الدكان وداك الحريق، مابقيتش كنحس به بزاف، يعني شي شويه. غادي دوز المده ديالو ما نفوتش 10 دقائق. انا دابا وليت في الاول بديت غير ب5 دقائق البنات، كنت خايفه منه، بديت 5 دقائق ومن بعد بديت كنزيد حيت السيده اللي خديته من عنده كتاكد عليا. قالت لي ما تفوتيش في الاول 5 ديال الدقائق، جربي 5 دقائق، الا حرقك صافي ما تبقيش ديريه، الا حرقك هي عطاتني هاد التفاصيل هذه، يعني السيده مختصه في الصيدله وعارفه هاد الشيء. غادي تسولوني تقول لي فاتي منين خديتيه منين نشريوه؟ فانا خديته من باغا فارماسي. شوفوا شي باغا فارماسي اللي يكون كبير، سولوا الاول الثاني الثالث، يعني قلبوا مزيان. انا صراحه اللي باغا فارماسي كاع اللي حدايا في الحومه ولا حدايا في المدينه ما لقيتهمش، اضطريت نهبط مدينه اخرى، يعني انا في سلا ومشيت حتى للرباط. خديته من واحد السيده نعتات ليا منين كتاخذوا، صديقه ديالي قالت لي ها منين كناخذو وصافي، ومشيت خديته من عندها صراحه. وراه فيه حتى المغشوشه البنات، فردوا بالكم خذوه من الصيدليه، ما تاخذوش من عند دوك اللي كيكتبوا مثلا في التيك توك انا راني كنبيعو، فما تثقوش بداكشي، كيكون يعني الدوزيام ديالو ماشي بحال اللي من الشركه. بالنسبه للباغا فارماسي كيصدروه ليهم، كياخذوه مباشره من عند الشركه. هاد المجموعه ديال اورديناري راه شركه كنديه البنات، وبالنسبه للصيدليه او باغا فارماسي فهما كيكون عندهم تواصل معهم وكيصيفطوا لهم السلعه بيناتهم، يعني داك البيع والشراء. كذلك البنات اللي في اوروبا وما لقاوش ولا شي حاجه، في كندا راه متوفر صراحه كاين، ولكن راه الاغلبيه ديال البنات انا صراحه حتى بنتي براسها خداته من امازون. يعني البنات اللي بغاو يشريوه عبر الانترنت فياخذوه من امازون، راه زوين حتى هو عندهم يعني كياخذوه من الشركه. فهذه يعني باختصار هذا هو المعلومات اللي غنعطيكم. وبالنسبه للبنات ولا الاولاد اللي فيهم بوتور، فيهم حب الشباب، فيهم الحبوب في الوجه ديالهم، الحبوب يعني صراحه راه غزال، وغادي يلقاو نتيجه، غادي يشوفوا الفرق من اول استعمال غيبان لهم الوجه ديالهم ولا رطاب، وهذاك الحبوب طفى. ومع المداومه، يعني ما تفوتوش 2 مرات في الاسبوع، مع المداومه غادي ان شاء الله غادي يطفى داك الحبوب، ومن بعد غيبقى يداوى داك ليطراس وداك الحبوب. نمشي نغسل الوجه ديالي دابا ونرجع معكم. صراحه ما غاديش يبان لكم الفرق، ولكن غادي يبان لكم الفرق في اللي عنده مشكل. من قلبي كنقول لكم بان هذا المنتج زوين وما دايره له انا لا اشهار لا حتى شي حاجه. راه بزاف ديال البنات اللي كيهضروا عليه، بزاف ديال البنات اللي جربوه، بزاف ديال البنات اللي راه دايره ضجه، ولكن انا قلت حتى ندوز ونجربه مزيان. صراحه كانوا فيا شي تصبغات في الوجه ديالي، هكا شي اثار ديال الحبوبه، بقى انا البشره ديالي خايبه. الا جاتني شي حبوبات ما بقاتش الجا حيدها، راه كنبقى نتقاتل معها غير بالوصفات حتى كتحيد. ولكن هذا راه غير كنديرو فوق منها المره الاولى الثانيه كتبقى غادا وكتبهات وكتحيد. فصراحه عجبني بزاف وما تندموش عليه الا خديتوه. بالنسبه للترطيب ديال البشره ولا تقشير ديال البشره ولا اللمعه ديال البشره من بعد ما كتغسلي الوجه ديالك، راه اجا نقول لكم كانت الصراحه رائعه النتائج ديالو. من بعد ما كتغسلي وجهك كتشوفي البشره ديالك رطبه بزاف فوق ما كتصوري، كتعجبك البشره ديالك. وكانت من بعد ما غسلت الوجه ديالي البنات واحد الرطوبه، باش نقول لكم واحد الرطوبه واحد الصفاء، كتحسي بالبشره ديالك يعني بحال تنفسات البشره ديالك، بحال تعقمات البشره ديالك، شي حاجه جديده على البشره ديالك، كتحسي بلابو ديالك رطبه بزاف. صراحه غزال ما تندموش عليه. انا بعدا صراحه ما ندمتش على هاد بجوج هادو ما ندمتش عليهم. وحتى واحد السيروم واحد اخر كنديرو راه زوين للتجاعيد، كيخلي لي البشره ديالي زوينه نهار كامل. ملي كنديرو الوجه ديالي نهار كامل والبشره ديالك ما كتنشفش، يعني كيحمي لك البشره من الجفاف. زوين حتى هو رائع. دابا نشاركو معكم ان شاء الله حتى هو من مجموعه ديال اورديناري. وكنتمنى ان شاء الله ما تنسونيش من اللايك والاشتراك بالقناه باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد.
ونبارطاج البنات مع الصحابات ديالكم، الاهل ديالكم، خواتاتكم، حد كتعرفوه فيه البتور، فيه التصبغات، فيه شي حاجه وحار وعيا ما يدير وما عندوش الوقت باش يتبع الوصفات، فهاد الوصف فهاد البيلينغ هذا من اروع ما يكون وغزال وكيعطي نتائج زوين. وديال معكازات البنات، ديال المعكازات. المهم نتائج غزاله ورائعه ولا ضمانتي. شكرا لكم، سنه سعيده وخليت لكم الخير والتيسير وراحه البال. ما تنساوش خصكم فاتهم اللايك والاشتراك بالقناه باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. السلام عليكم، خليت لكم الراحه.